هذه سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أعجب لابن آدم يجادل ربه حتى في أرض المحشر، حتى في ساحة الحساب، حتى في موقف العرض على الملك الوهاب يجادل العبد ربه سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه أتدرون مما أضحك؟ أنتم مش عارفين أنا بضحك ليه؟ قالوا لا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام أضحك من مخاصمة العبد ربه يوم القيامة. ما أبجح الإنسان وما أجرأه، يقول أضحك من مخاصمة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول ربنا جل وعلا بلى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فيقول بلى. فيقول العبد فإني لا أجيز شاهدا على نفسي، لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنا لا أقبل شهادة الشهود، لا أقبل شهادة أحد علي بين يديك، وهذا من تمام عدل الله أن الله على كل شيء شهيد، ومع ذلك يأتي الله بالشهود لتشهد عليك يا ابن آدم، لتتأكد أنه ما سجل عليك في صحيفتك شيء لم تفعله أبدا، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فيقول العبد ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله بلى. فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله عز وجل له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، اللسان الطويل اللي تكلم وكذب ونافق ده يختم عليه خلاص ما عادش يتكلم بقى، فيختم على فيه ويأمر الله أركانه أي جوارحه وأعضاءه أن تنطق أن تتكلم، فيختم على فيه ويقول الله لأركانه انطقي تكلمي اشهدي، فتشهد عليه أركانه وتشهد عليه جوارحه، تشهد العين وتشهد الأنف والأذن واللسان واليد والفرج والقدم، كل الأركان والجوارح تشهد عليك يا ابن آدم. فإن خلي بينه وبين الكلام يلعن أعضاءه ويسب أركانه ويقول لها بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل، وفي لفظ في الصحيح فعنكن كنت أجاهد. أما المؤمنون أما الصادقون فيبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات. في هذا المشهد يقرأ الكتاب يقرأ الصحيفة لا حول ولا قوة إلا بالله، الذنوب مطروحة في أول الصحيفة، ويقول الله عز وجل كما في صحيح مسلم يقول المصطفى إني لأعرف آخر رجل يدخل الجنة وإني لأعرف آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. الله عز وجل يأتي به ويقول الملائكة اعرضوا على عبد صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيقرأ في الصحيفة وفي الكتاب صغار الذنوب، اعرضوا على عبد صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، ثم يقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول رب أعرف، لا ينكر من ذلك شيئا لا يستطيع. فيقول الله جل وعلا لعبده المؤمن يقول له لك مكان كل سيئة حسنة، لك مكان كل سيئة حسنة، أبدلك مكان كل سيئة حسنة. السيئات صغيرة لسه، فهنا يتجرأ العبد ويطمع في رحمة الملك فيقول يا رب إن لي أعمالا لا أراها ها هنا. أنا عاوز الكبيرة بقى، أنا عاوز الأعمال الكبيرة، طالما أن الصغائر تحولت إلى حسنات عاوز الكبيرة كمان لتتحول إلى حسنات. إني أبدلك مكان كل سيئة حسنة، فيقول العبد يا رب إن لي أعمالا أي كبيرة لا أراها ها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وصدق ربي إذ يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يذيقنا وإياكم لذة الأنس به وحلاوة الإيمان به وحلاوة القرب منه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم جميع الذنوب، وأن يستر علي وعليكم جميع العيوب، وأن يجعلني وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.